بغينا نروح المغرب، بغينا نروح المغرب، نروح المغرب، نروح المغرب، ياخذوا عنا ومن بعد يقتلوا اولادنا هنا، دافعوا عنهم يقتلوا اولادنا هنا من المغرب. الطريق يا رفدوهم. تحياتي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهذه تحياتي للقوات المسلحة الملكية. الله إن شاء الله يحفظهم ويسدد رميهم إن شاء الله، ويحفظهم من الأعداء والحاسدين، وينصرهم إن شاء الله ويقويهم. نتحدث الآن من مخيمات الاحتجاز، محتجزين مساكين في هذه الأراضي المحتلة من طرف الجزائر، مخيمات تندوف، مخيمات عاد يوسع حد عني الآن شلون راهم مخيمات تراو فيهم يا اللي نقول هنا فيها الشعب الصحراوي. في 9 أبريل 2025 اهتزت مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر على وقع حادثة دامية. وحدة من الجيش الجزائري فتحت النار على مدنيين صحراويين في دائرة العرقوب بمخيم الدخلة، مما أدى إلى مقتل الشاب سيد أحمد بلالي وإصابة 9 آخرين، من بينهم 3 في حالة حرجة. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وأشعل موجة من الغضب غير المسبوق داخل المخيمات. خرج الآلاف إلى الشوارع لا لطلب العدالة فقط، بل لرفع صوت طال انتظاره: نريد الرجوع إلى المغرب. في خضم هذه التطورات يعزز المغرب موقفه السياسي والحقوقي على الساحة الدولية، فالعالم بدأ يرى بوضوح حقيقة ما يحدث في تندوف: مخيمات مغلقة، شعب مختطف، أصوات مخنوقة، وجيش لا يتردد في القتل. جاءت الحادثة في توقيت حساس بعد تجديد دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وعلى احنا تسمونا لاجئين؟ عمرك سمعت لاجئ عنده سلاح وعنده رئيس وعنده جيش؟ هذه ما هي خالقه. يعني انتم جندتونا وسلحتونا وركبتوا فينا كي نقولوا العداوه والكره اتجاه المغرب. يعني انتم يعني تستغلوا فينا وتبيعونا الوهم كلش لان تضربوا بينا احنا المغرب. هذه هي الحقيقة المرة اللي فطنت بها مؤخرا، وعرفت بأننا مستعملين من طرف نظامكم العسكري فقط. لأن لو كنا لاجئين كباقي الناس في العالم لاجئين، ما يكون عندنا سلاح، ما يكون عندنا جيش، ما يكون عندنا رئيس، ما يكون عندنا ياسر من الأمور في المخيم. لا يكذبون عنا، أنتم لاجئين، احنا منا لاجئين، احنا محتجزين يا عباد الله. اللي في الجزائر أنا عايشة في ياسر من الويل، والسبب في ذي السياسة البوليزاريو اللي داعية لكثرة الولد والقيام، ومانعين العلايات عنهم يعملوا مسائل ضد الحمل وماسينها لا للولدة. وهذه السياسة ما هي من اليوم، عاد لها ملي منين اختارت البوليزاريو أرض الجزائر بعيد عن أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب باش يعيشوا فيها الصحراويين. يقين قيادة البوليزاريو اللي تفرق كثرة الولدة ما تعطي المواد الغذائية كافية للتركة، ومال الرعاية الصحية ضعيفة قباله، من اللي يجعل العلايات يتكرفصوا في هذه الحمادة الشينة ولا تقد تلبي حاجات أولادها. فيها اللي الشغلة ما هي خالقة والرجل كامل محبوس في يدين البوليساريو، وهي اللي تقول منه اللي نعطاله المواد ومنه اللي سنقطع عنه، اللي عاطينها المنظمات الدولية معاونين فيها. وهذه السياسة حبست بها البوليساريو والناس في المخيم، اللي يشين من يعود عنده سن القراية ينقبض من أهله ويرسل القراية بعيد عن أهله، اللي يجعل الناس ما تقد تمشي عن المخيم، لأن ما خالقة في الدنيا تقد تهرب من هذه الحبس وتخلي تركتها للذئاب. ونحن اليوم نطلبوا من
الولايات المتحدة الأمريكية أمتن دولة في العالم أنها واللي عنده باقة واحدة يقولوا عليه اللي عادوا جايين لنا حققونا ومغرقين لنا. نحن جايين بالقانون وقفنا عندهم وخرينا لقاهم عادوا ما هو جايين لنا بالقانون والحبيس والتقتل. نحن مالين شهداء وعليات رجالة ولا عارفين ما صندوق. جاءت الحادثة في توقيت حساس بعد تجديد دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يشكل دفعة قوية لرؤية المغرب كحل عادل وواقعي. بل أكثر من ذلك، هذه الأحداث تعيد طرح السؤال على المنظمة الدولي: لماذا يحتجز هؤلاء المدنيون؟ ولماذا يمنعون من العودة إلى وطنهم؟ أما بالنسبة للجزائر فهو إحراج لا مثيل له، وما حدث يسقط القناع. الجزائر التي تدعي الحياد في النزاع تظهر اليوم بوجه المتحكم في حياة الصحراويين، تمنعهم من التعبير وتقتل من يعارض. وحادثة القتل تكشف حجم الأزمة في داخل النظام الجزائري وتحرج دبلوماسيته أمام الشرع. انهيار جبهة البوليساريو، الجبهة التي ترفع شعار تحرير الشعب الصحراوي، فشلت في حماية هذا الشعب وصارت أداة في يد الجزائر تستعمل لتبرير القمع والاستمرار في حصار المخيمات. صوت المدنيين في تندوف هذه المرة كان أقوى من أي وقت مضى. نريد الرجوع إلى المغرب، كفى عبثاً بأرواحنا، نحن لسنا رهائن. هذه العبارات لم تأتي من نشطاء سياسيين، بل من رجال ونساء وأطفال عاشوا المعاناة طوال عقود. هل اقترب الحسم؟ نعم، كل المؤشرات تقول إن الملف في طريقه للحسم. دعم أمريكي متجدد، تراجع كبير لأقرب الدول الحليفة للجزائر، إحراج دولي للجزائر في جميع المحافل، غضب متصاعد في داخل المخيمات، تزايد التعاطف مع المقترح المغربي. على المغرب أن يطلق مبادرة إنسانية ودبلوماسية تحت شعار الرجوع الكريم إلى الوطن الأم، تبدأ باستقبال رمزي لعائلات صحراوية وترسل رسالة للعالم: المغرب لا يدافع فقط عن الأرض، بل يحتضن الإنسان. إن الحق لا يفنى وإن طال الزمن، وإن الشعب الصحراوي يستحق أن يعيش كريما في وطنه تحت راية المغرب وفي ظل وحدته الترابية. قضية الصحراء ليست نزاعا، بل هي قصة حب بين وطن وأبنائه، لن تفصل بينهم طغيانات الحدود ولا أكاذيب السياسة. قريبا سيعود الوطن إلى أبنائه والأبناء إلى وطنهم. الصحراء تزدهر فخرا وتقدما وعمرانا ومشاريع، من العيون إلى السمارة ثم الدخلة وطرفاية وبوجدور ووادي الذهب، وطرق سيارة حتى موريتانيا تحت القيادة الملكية الرشيدة للملك محمد السادس. وسيرفع كل مغربي رأسه فخرا: نعم، الصحراء مغربية إلى الأبد.